اسكندرية هتغرق تاني، وما اقصدش انها غرقت من شوية التلج والشتاء بتوع العاصفة الاخيرة. اسكندرية الحقيقية مش هي اسكندرية اللي احنا عارفينها النهاردة. سنة 365 زلزال ضخم ضرب مصر، وكانت نتيجته موجات تسونامي عملاقة ضربت السواحل المصرية وغرقت اجزاء كبيرة من مدينة الاسكندرية القديمة زي معبد الالهة ايزيس وقصر كيلوباترا والحي الملكي. ده غير كمان ان في عهد المماليك والعثمانيين حصلت عواصف واعاصير ضخمة غرقت اجزاء تانية من اسكندرية، وشكلنا كده الفترة دي قدام الغرق التالت لاسكندرية. في عز الصيف بقينا نشوف عواصف واعاصير والدنيا بتشتي تلج وبتغرق اسكندرية. وغير كمان الارتفاع المستمر في مستوى سطح البحر بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. طب هو مفيش حل؟ والله هو في السنين اللي فاتت الدولة بتحاول، وشفنا مشاريع كتير عشان نغير مصير اسكندرية، زي مشروع الحماية الشاطئية من وزارة الري اللي بيقوم بإنشاء حواجز خرسانية وسدود رملية على مستوى الساحل. لكن للأسف التغيرات المناخية والاحتباس الحراري بسبب الكوكب كله، ولو الجليد في القطبين ساح هيبقى صعب قوي ان اسكندرية تكمل بالشكل اللي احنا عارفينه. فابعت الفيديو ده لصاحبك اللي من اسكندرية وقول له يخلي باله من نفسه، ولايك واشتراك، واستنوا الجديد علشان كله مفيد.